بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثالثة من قواعد الإملاء في همزة الوصل. تقول القاعدة: وإذا دخلت على كلمة مبدوءة بهمزة وصل مفتوحة كتبت بألف عليها مد. يعني مثلا الله أذن لكم، هذه الكلمة الله أذن لكم وغيرها من هذه الكلمات الموجودة في القرآن الكريم تكون طبعا هذا إذا دخلت على كلمة اللي همزة الوصل مبدوءة بهمزة وصل مفتوحة كتبت بألف وعليها مدة، المدة المعروفة بالقرآن، فتقرأ بهذا الشكل. هذه هي القاعدة الثالثة. طبعا لدينا بعض التمارين لكي يحل الطالب هذه التمارين ويستخرج منها همزة الوصل. همزة الوصل لها مواضع، فمثلا في الأسماء وهي 10، مثل اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة وغيرها. هنا لا تلفظ الهمزة، هنا لا تلفظ. اسم، ابن، امرأة لا تلفظ همزة، وابنة وغيرها. أما المصدر الفعل الخماسي مثل اجتماع، اتحاد، ابتداء لم تلفظ الهمزة همزة الوصل. ومصدر الفعل السداسي مثل استقرار، استدلال أيضا لم تلفظ. أما في الأفعال فمثلا ماضي خماسي اجتمع، اتفق، ائتلف، هذا ماضي خماسي. ماضي سداسي مثل استقبل، استشار، استوعب. أمر خماسي مثل اجتهد، ابتدئ، استوعب. أيضا هذه كل الكلمات لا تلفظ فيها الهمزة لأنها همزة وصل. أمر سداسي استخرج، استقبل، استقر. أما أمر ثلاثي اكتب، اجلس، افتح وغيرها. أما همزة القطع تأتي، والحمد لله رب العالمين.